بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة النهاردة الموافق ل4 ربيع ثاني لعام 1447 هجرية، الموافق ل 26 سبتمبر 2025 ميلادية. خطبة الجمعة النهاردة بتتكلم عن اليقين وعن معنى اليقين وكيفية تثبيت اليقين. ما شاء الله خطبة جميلة ورائعة، لكن للأسف الحلو ما بيكملش. الخطبة الثانية عن تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة، ويقول لك يعني أسرة صغيرة بتساوي حياة أفضل. طبعا عارفين هذه الأمور يعني تنافي العقيدة وتنافي اليقين. يعني لما تقول أسرة صغيرة حياة أفضل، ولد وبنت أو ولدين أو بنتين وكفاية، أنت كده بتهدم اليقين، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما من دبة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. تمام؟ يبقى أنا لازم كإنسان مؤمن من اليقين يكون عندي يقين في أن الله هو الرزاق. تاني حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مين اللي بيرزق؟ الله. يبقى الرزاق مين؟ الله، مش أنا ولا أنت، مش وظيفتي ولا وظيفتك ولا صناعتي ولا تجارتك. الرزاق هو الله. هذه كلها أسباب. فلما أقول أسرة صغيرة حياة أفضل علشان الرزق وعشان أعرف رب العيال، ده بينافي اليقين. يبقى إزاي أتكلم مع الناس في الخطبة الأولى عن اليقين وعن اليقين في الله سبحانه وتعالى، وأن الله الذي يحيي ويميت، وأن الله الذي يرزق، وأن الله الذي يعطي، وأن الله الذي يمنع. ولا بد أن يكون عندكم يقين لقول الله جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. لازم يكون عندك يقين بالآخرة، يقين إن في جنة ونار وإن في حساب. طيب ما هو من اليقين برضو إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، مش ربنا هو اللي بيرزق. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو أنت اللي بتزرع؟ مش أنت بتزرع، أنت مجرد سبب. أنت بتحرث الأرض وتضع البذر، والذي ينبت الزرع هو الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله والذي يزرع سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المية اللي بتشربها ده اللي بينزلها ربنا سبحانه وتعالى، وربنا مقدر لكل مخلوق قدره. فلما تيجي تقول لا، حاول ما تخلفش كتير وتلوي الكلام وتلوي الأحاديث النبوية وتفسرها على هواك بغير حقيقتها، يبقى أنت كده لا، لازم تراجع نفسك. زي يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في حديثه الشريف: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. مش قصده كثرة العدد، لو قصده التربية والتعليم. يا جرع أنت جايب الكلام ده منين بس يا جماعة؟ يا مثبت العقل والدين ثبتنا يا رب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني مكاثر بكم الأمم، يعني أمة جاية يوم القيامة 100,000. أنا كنبي مثلا أجيلها ب1000 وأقول دول متربيين وعندهم تربية. أنت عندك 100,000 اتبعوك، أنا أتباعي بقى 1000. لا، ده أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العدد ويقصد الكثرة في العدد. وكل من قال لا إله إلا الله فيه خير. لذلك قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فما نلويش الأدلة
على حسب أهوائنا ونفسرها بمزاجنا بعيد عن الحقيقة. يبقى أنا في الأول بقول للناس لا بد أن يكون عندكم يقين في الله، واجي في الثاني الخطبة الثانية أقول لا، أهدم كل اللي أنا قلته في الأول عشان رزق. يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث صحيح: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 120 يوم مراحل الخلق أو التخليق في عالم الأرحام، 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات. إيه ال4 كلمات؟ انتبه بقى وخد بالك. ال4 كلمات اللي الملك هيكتبهم لك وانت في عالم الأرحام، وكتبهم لكل واحد منا: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. ويعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا يا رسول الله على ما نعمل إذن؟ هنعمل لماذا نعمل إذن بقى؟ ما خلاص ما دام كل واحد مكتوب. قال لهم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني منافق بيعمل أعمال الخير والصلاح والعبادات وكل حاجة قدام الناس، ده بيعمل أعمال أهل الجنة لكنه في الحقيقة مش خالصة لله، عنده نفاق. والتاني بيعمل أعمال أهل النار وهو جوه مش راضي عن نفسه، مش راضي عن معاصيه اللي بيعملها، مش راضي عن ذنوبه، قلبه نظيف بس بيعمل الحاجات ديت، وهو ربما يكون يعني نفسه طغت عليه، الشيطان طغى عليه، فمش راضي حتى بالمعاصي اللي بيعملها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. لذلك أيها الأحبة الكرام، من اليقين إن يكون عندي يقين أن الرزق بيد الله. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، لو أننا صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، فإن الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكنه خلق الإنسان من عجل. الرزق جاي لك. انسى حكاية ولدين ولا ولد ولا بنت. ده في ناس أسر أعرفها، يعني أسر عارفها ما عندهاش أولاد، زوج وزوجة، وحياتهم بؤس ورزقهم محدود. وفي أسر عندها ولد وبنت أو ولدين وبنتين وحياتهم برضو ضيق وتعب وشقاء وبؤس. وفي أسر عندها بال10 وبال12 وبال13 وبسم الله ما شاء الله، الله يبارك لهم في أرزاقهم وفتح لهم أبواب الرزق. فالموضوع ده موضوع رزق ويقين. ما عندكش يقين بقى في إن الرزق بيد الله، حدد بقى أسرتك وحدد نسلك. إنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. رزقها وأجلها. ده لو ابن آدم ركب الريح ليفر من رزقه لركب الرزق البرق ليلحق بابن آدم. يعني رزقك مضمون، لأن اللي ضمنه ربنا سبحانه وتعالى، واللي يقول غير كده يبقى بيشككك في الله وبينسف عندك اليقين على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله التوفيق والعون والسداد، وأن يكفينا شر كل ذي شر لا نطيق شره.